حمايه مصمم ان اكتب كل حاجه انا جايبها في القايمه، يا اما مفيش جواز. مخطوبين بقالنا 10 شهور ولسه فاتحين حوار القايمه دلوقتي. انا المفروض هجيب لبنته 37 جرام، ده غير ان انا هكتب لها 50 او 100 الف جنيه مؤخر. انا بصراحه رفضت حوار القايمه وقلت له خلاص هفرش شقتي كلها وبنتك ليها عندي انها تيجي بشنطه هدومها وهتاخد الشبكه والمؤخر. ابوها رفض وقال لي القايمه كامله، يعني القايمه كامله، وكمان عايز اي حد يمضي عليها حتى لو ابويا. فانا مش عارف اعمل ايه. هو مبدئيا اكبر غلطه انت تعملها ان تقعد 10 شهور خاطب وبعد كده تيجي تتكلم في القايمه. القايمه دي احنا بنتكلم فيها من اول يوم كده، اللي هو السلام عليكم احنا جايين نخطب، ايه طلباتكم، ايه طلباتنا، قايمه دنيا، الحاجات دي كلها في الاول خالص، في اول قعده. انت جاي تفتكر بعد 10 شهور. تاني حاجه انتوا كده اختلفتوا، فخلاص بونا بيتي مفيش جواز، لانك قدمت حلول وهو مش عايز يتنازل خلاص. فانا شايف ان يعني الموضوع قدر، الموضوع خلص، يعني ده حلها. قول لي بقى رايك في التعليقات، المفروض هو يعمل ايه؟ ولو عندك اي سؤال او مشكله عايزنا نناقشها مع بعض ابعت لي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في البايو. سلام.